انا عارف ان انتوا عندكم كلام كتير قوي خاصه في الجانب بتاع النادي الاهلي. فايه؟ ايه؟ هاخد من كلمه انت قلتها يا ابراهيم، حته ان بعد مباراه انبي انا شفت ان لعيبه انبي وردود الافعال من المنتمين للزمالك والمتابعين للدوري كلهم استدعوا سيناريوهات واحداث بتحصل وفكره الاهلي وكامباك، وحتى كان في رد فعل طبيعي على السوشيال ميديا الزمالك اللي انا شايفه محفز بالمناسبه، لا الدوري ولسه ومفيش واحنا وملناش علاقه ونعمل اللي علينا، بس في حاله حصلت. انا شايف الكل اتاثر بالحاله دي، والكل كان عنده رهانات ان الدوري ربما ليه سيناريوهات مختلفه، الا مجموعه بس خارج كل السياق ده، لعيبه الاهلي في الملعب. اللي هي اكتر ناس لازم اكتر تتأثر. ناس مفترض تتاثر كانوا اكتر ناس خارج المشهد ده وخارج سياقه ده. انا عايز اقول لك لعيبه انبي نفسها بطريقه احتفالها باحساسها ان ربما يكتب في تاريخهم ان سيناريوهات دوري بتتغير، فده جزء منه قناعه ان النتائج دي مؤثره وان الاهلي ربما يكسب فيحصل كذا. عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي كانت اقل طموحا ورغبه في احداث فارق في الموسم من لعيبه انبي نفسها. تفسيرك ده ايه؟ تفسيري لده بدايه من اداره موسم سيء. اداره موسم سيء على المستوى الاداري. وخلينا نقول هنا جمله واضحه وصريحه، في شيء معلوم بالضروره. ايه هو المعلوم بالضروره؟ ان اداره النادي الاهلي خرجت في بيان رسمي اعتذرت عن اخطاء الموسم واقالت قطاعات في النادي الاهلي. ده معناه ايه؟ ان ما ينفعش حد يجي دلوقتي يقول لي ما كانش فيه خطأ. ما ينفعش حد يجي يقول ان اداره الكوره او اداره النادي الاهلي او ملف الكوره اللي كان فيه كابتن محمود الخطيب وكان فيه اداره الكوره بالكامل ما كانش عندها اخطاء. الناس اقروا بالخطأ. فانا بحس ان فكره وكأن ان احنا نقول ان كان في خطأ دي مشكله، لا مش مشكله، دي حقيقه اقر بها النادي الاهلي نفسه. طب انعكاسات ده ايه؟ انعكاساته كتير قوي. فكره قدرتك على اداره النجوم. انا بالمناسبه ما زال عندي قناعه ان المشكله مش في انك تجيب نجوم. الاهلي عنده تجارب سابقه كتير جدا كان فيها نجوم، ولكن المشكله في ازاي هتدير النجوم دول. مين اللي يديرهم؟ شخصيه مدير فني جزء اول. بدات بالمدير الفني. شخصيه مدير فني زي جوزيه ما كانت مع النجوم، زي بالمناسبه حسام البدري ما كان مع النجوم، زي ما كيروش مدرب عنده قدره على اداره النجوم، زي ما فايلر عنده قدره على اداره النجوم. ولكن ترب مع الوقت لا اثبت فشل ذريع. اداره الكوره داخل الفريق كمان كان عندها ازمه واضحه وصريحه في التعامل مع ملف اداره النجوم. بان ده في انعكاساته في حاجات كتيره خلال الموسم. ولكن في انهي وقت؟ في انهي، مع كابتن وليد صلاح الدين ولا قبل كده ولا ظهرت. انا فعلا مش عايز احمل كابتن وليد صلاح المسؤوليه لوحده، لان للامانه ابقى انا يعني قاسي جدا لو جيت اختزلت مشاكل الموسم في ان هو ما قدرش يسيطر على اللعيبه. لا، هو كابتن وليد اكيد واداره الكره في الفريق عندها جزء، بس دي تراكمات وحاجات كتير مع بعض ادت الى مشهد اخير. ايه هو المشهد الاخير؟ المشهد الاخير اللي انا شخصيا على المستوى الشخصي احب هنا اعتذر لجمهور الاهلي، حتى لو بالنيابه عن نفسي، حتى لو جزء من منظومه الاهلي، حتى لو انا مشجع مؤثر، بلاش جزء من منظومه الاهلي، حتى لو مشجع مؤثر، بشوف ان جمهور الاهلي يستحق الاعتذار. يستحق الاعتذار من اي واحد ليه تاثير اقترن اسمه بالنادي الاهلي، لان الجمهور اللي كان في الملعب ده وعارف تاريخ النادي الاهلي. وبالمناسبه جمهور الاهلي اللي كان يبكي في الملعب لم يكن يبكي على بطوله خالص، قصه اكبر من كده. حزن يعني. هو جمهور مش ده الاهلي اللي انا عارفه، مش ده الاهلي اللي انا شايفه، مش دي صوره الاهلي اللي انا عارفها، مش دي سيناريوهات الاهلي. ولكن الكوره هي لا تنجح فيها ابدا بالمليونيرات، لا تنجح فيها ابدا بالنجوم اللي اسمهم نجوم بس في الحقيقه هم قدموا في الملعب ولا حاجه حرفيا. الكوره بالعرق، الكوره بالمجهود، الكوره بالاصرار، الكرة بفكرة ان انت عندك ارادة. ولاعبي النادي الاهلي كانوا انهزاميين، منعزل الاراده ومعدوم الاراده، ودي حقيقة. هم لاخر لحظة ما عندهمش رغبة في ان هم يعملوا حاجة. ولكن لا يمكن اعزل مدير فني. وسريعا عايز اقول مفارقة غريبة جدا. مدير فني احنا مش عارفين نتخلص منه، وده الجزء الاداري في الموضوع، بعيدا عن اختياره خلاص اخترته. ولكن حتى فكره التخلص منه في وقت من الموسم كانت تصنع فارق زي ما جه كابتن عماد النحاس، حتى دي رفاهيه ما كانتش موجوده عندك. المدير الفني ده مش بس كده، ده اتساب هو مش عشان يبقى مدرب للفريق، ده يبقى مدمر للفريق. مدمر ازاي؟
في مباراة الترجي عندنا مفارقة نص ساعة الأخيرة النادي الأهلي مش اتكشف بدنيا، النادي الأهلي طلع مسرح بدنيا. طب ما يعني حصل امبارح بالظبط. ما هو أنا بقى ده هقارن لك مفارقة غير طبيعية. كابتن بركات امبارح وهو والكابتن سيد معوض قال لك الأهلي اتنقل عليه كورة في ال10 دقايق اللي هم الوقت البدل ضايع اللي هو بتاع الأهلي. ايوه يعني في عرف الأهلي في تاريخ الأهلي حسبت بيقول لك 3 دقايق انا زي ما في فيرجي تايم في مانشستر يونايتد، احنا عندنا ثقافه بلس 90. فالمفارقه ايه؟ في اخر نص ساعه النادي الاهلي في مباراه الترجي استقبل هدف في الدقيقه 68، هدف في الدقيقه 78، هدف في الدقيقه 94. بدني انت مش شايف، انت مش موجود. طب تعالى بقى مباراه بيراميدز، ايه اللي بيحصل؟ هدف في الدقيقه 69، هدف في الدقيقه 77، ده تقريبا نفس الدقايق بالظبط، هدف في الدقيقه 94 بالظبط. ده اسمه فريق ما بيعملش حاجه. الاسوأ بقى من كده ان مدير فني وانا شايف القصه منهاره بدنيا سمحت لي، وانا اقصدها سمحت لي بانه يدي الاجازات دي للعيبه انا اصلا لا اثق في طريقه نمط ادارتهم لحياتهم او على المستوى الانضباطي لمده يوم واحد. مانويل جوزيه في 2007 وانا جوزيه الهوى، انا بعشق حاجه اسمها مانويل جوزيه. في 2007 عمل حاجه غريبه جدا يا شادي، لقيته عامل معسكر مغلق لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري. المباريات المهمه قبلها كلها ياخد اللعيبه مبيت في الفندق. ليه؟ لما اتسال فيها قال عشان لا اضمن عقليه اللاعب المصري، لا اضمن اللايف ستايل بتاع اللاعب المصري على مستوى الاكل، على مستوى السلوك. فتعالى انت مع جيل في لاعب بيصحى الصبح سهران ولا ملوش مزاج ولا تعبان ولا ايه قصته، يقرر ما يروحش مع الفريق. فهل نفس الفريق ده اتعامل معاه في فكره الاجازات دي؟ اصل عشان العيد اللعيبه عايزه تريح. ده جيل في بركات وفي محمد ابو تريكه وفي وائل جمعه كان بيتعمل لهم معسكر مغلق، وجيل بالعقليه دي متسب بالشكل ده. فالفريق تم تدميره جزء منه كتير جدا من يسترب ومن قرارات ما سمحتش انك اداريا تعالج الخطا. السلام عليكم. انا عايز بس جمهور النادي الاهلي والاهلاويه ياخدوا بالهم من نقطه مهمه جدا جدا جدا. في بعض الناس بتندس في منتصف الجماهير وبتبقى عامله ان هي اهلاويه وبتستغل الموضوع عشان تزود الفرقه والخصام وتأجج المشاكل بين الجماهير وبين النادي. لازم ناخد بالنا من النقطه دي يا جماعه. احنا كلنا متفقين ان مجلس الاداره اخطأ في بعض القرارات الخاصة بفريق كرة القدم، زي بعض المدربين، بعض اللاعبين. كمان اللاعبين اخطأوا كتير جدا بغياب الروح وغياب المنافسة والحماسة وروح النادي الاهلي مش موجودة. وكمان المدرب اللي هو ماسك دلوقتي بصراحة ربنا غير مناسب لشخصية النادي الاهلي، ولا قادر يفرض شخصيته ولا عنده اي فنيات تناسب النادي الاهلي. دي كلها اخطاء موجوده، والاداره اخطات في العقود اللي عملتها مع بعض اللاعبين وعقود المدربين اللي هي كارثه دلوقتي، والراجل بيقول لك انا مش ماشي. كل ده ما فيش مشكله، احنا متفقين على الاخطاء دي ولازم الاداره تتحاسب على الاخطاء دي، وهم يشيلوا موضوع الشرط الجزائي ده يتحملوه هم، ده اقل واجب هم واللاعبين. لكن برضه مش معناه ان احنا نهد الكيان كله او النادي الاهلي ونقعد نشكك في ذمم بعض الناس. انا في فرق بين ان انا اقول ان انت اخطأت في الملف ده، في الازمة دي، في الموضوع ده، ولازم حضرتك تعتذر وتشوف لي حل، وبين ان انا اقول ان حضرتك مثلا شخص مش كويس، اخلاقك مش عارف ايه، انسان مدلس، انسان مغرور. لا، احنا كده بنتجاوز ونخلي الموضوع شخصي اكتر منه موضوعي في الشيء اللي احنا بنتكلم فيه. احنا يهمنا النادي الاهلي يرجع، واحنا مش زعلانين على النادي الاهلي ان دايما النادي الاهلي في القمه. في انديه تانية بتقعد ب7-8 مواسم ما تاخدش بطوله، في انديه بتطلع مواسم صفريه سنوات كتير ما تاخدش اي حاجه وبتتهزم على ارضها من انديه غريبه وبره ارضها وكل حاجه. بس احنا كاهلاويه ما تعودناش كده من النادي الاهلي، عشان كده حجم الغضب شديد جدا. طبعا يمكن في جيل اتربى وطلع على ان الاهلي بيحقق انتصارات كتيره، وبينسوا مثلا ان جه الموسم ده حصل كذا مره، مثلا كل 10 سنين 7-8 سنين بتيجي دروب. ما هو الجيل اللي بيشيلك فتره كبيره
بيبدا الجيل يسلم الراي. يعني مثلا الجيل متعب وابو تريكه وبركات قعد فتره كبيره يحصد كل البطولات في افريقيا وبره افريقيا وبره الدوري المصري كله. خلاص الجيل ده لما بدا يعتزل حصل ضرب برضه فتره، يعني كان 2015 احنا ما خدناش الدوري، ورغم ان احنا فزنا على الزمالك وكان موسم بالنسبه لنا احنا كان كارثي وخدنا فيه الكونفدراليه بالمناسبه. لكن بعد كده الاهلي قدر يرجع يبني جيل تاني، فضل فتره كبيره ياخد بطولات كتيره. وطبعا الجيل اللي هو انتهى ده اللي جه بقى بعد كده جبنا زيزو وبن شرقي وامام، الجيل ده لحد دلوقتي فيه اخطاء كتير في تركيب الفريق. لكن ما كان عندنا محمد عبد المنعم وحسين الشحات في فتره تالق كبيره، يعني لما كان موجود رامي ربيعه، الجيل اللي كان موجود مع مرسل كولر ده عمل بطولات كتيره جدا. دلوقتي خلاص الجيل الموجود ده بالمدرب مش مناسب لشخصيه الاهلي. فتره عدت، سنه وعدت، موسم وعد، عايزين نبني عليه للموسم اللي جاي، من الاخطاء دي نتعلم، نبني فريق من ابناء النادي الاهلي فريق محترم. طيب مجلس الاداره عليه ان هو يحل مشكله المدرب اللي هو بنفسه اللي تعاقد معاه ووقعنا فيه.